السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. ما تيجوا نعمل شويه مناقيش بعجينه قطنيه هشه وطريه وطازه لاخر لقمه هتاكليها ان شاء الله، واخر لقمه هتفضل عندك. حلوه جدا للتجمعات، حلوه جدا في الفطار. اصدقاء الصبح مثلا مع بعض او فطار الجمعه. وبجد بجد يا مشاشة انا اللي عاملاها، والله والله احسن من اللي بناكلها من بره. انا دقت المناقيش بره كتير مش حلوه. يعني جربوا الطريقه دي وجربوا العجينه دي، وان شاء الله هتاكلوا احسن مناقيش سوريه باذن الله. انا واخداها من شيف سوري، والطريقه دي انا معتمداها من زمان على فكره، من اول ما فتحت القناه. حتى كانت اول وصفه او تاني وصفه عندي في القناه من كام سنه. يعني طول عمري معتمد الطريقه دي من زمان، من قديم الازل. عجينة هشة وقطنية، ومقاديرها بسيطة جدا وسهلة، وحشواتها مختلفة. أنا عملتها قبل كده بالزعتر والجبنة. هنا زودت حشوة اللحمة، وعملت كمان شوية بغاشة. إن شاء الله هنزلها لكم في فيديو تاني عشان ما أطولش عليكم الفيديو. نبدأ الأول نعمل المناقيش، وأقول لكم على الطريقة والمقادير، واتبعوا الطريقة دي وإن شاء الله هتاكلوا أحسن مناقيش وأحسن من اللي بره بإذن الله. عندي هنا بولة وحط فيها 4 كوبايات من الدقيق، حوالي نص كيلو من الدقيق. احط عليهم معلقة خميرة كبيرة مليانة. بعد كده احط عليها معلقتين من السكر، معلقتين طعم، معلقة اللي هي الصفرة. معلقتين من السكر، وبعد كده رشة من الملح. تمام. هقلب كل المقادير الكافة كده مع بعضها. حطيت نص معلقة من البيكنج باودر. زي ما قلنا قبل كده ان البيكنج باودر بيعتبر محسن للخبز. هنحط بضاية كاملة. ما تقلقوش، مش هتحسوا باي زفاره في العجينه. عندي كوبايه زبادي اللي هي الصغيره بتاعت الشركات دي. حطيت كوبايه كامله. بعد كده هحط حوالي ربع كوبايه من الزيت. انا استخدمت زيت زيتون. ممكن تستخدموا زيت عادي، بس هي المناقيش السوريه بتعمل بزيت الزيتون. انا عملتها قبل كده بزيت عادي ما كانش فيه اي فرق. كوبايه الزبادي اللي حطيتها على الدقيق هعيرها ميه. احط واحده اول مره، والتانية اخليها جنبي. ابتدي بقى اعجن العجينه بتاعتي، وانزل بالكوبايه الميه التانية تدريجيا. كل ما احس ان هي محتاجه ميه ايه احط الميه. انا حطيت الكوبايه كلها. بعد كده ابتديت اعجن بقى في العجين. حطيت المقادير كلها على الرخامه وابتديت اعجن فيها لحد ما ادتني عجينه مطاطه وطريه ولينه وما بتلزقش. لو حسينا ان هي بتلزق نديها رشه كده من الدقيق عشان ايه؟ نلغي التلزيق بتاعها. بعد ما خلصت هي لازم تكون عجينه مفتوحه او عجينه طريه. تمام، بس ما بتلزقش. حطيت لها معلقتين زيت زيتون كده وعجنتها تاني. وفي نفس البول اللي عجنت فيه حطيت معلقه زيت زيتون، حطيت العجينه واسيبها ترتاح تقريبا. هتخمر، يعني اسيبها تخمر مش هترتاح، اسيبها تخمر. احنا في الشتاء قعدت ساعه تقريبا. خلال الساعه دي ابتديت اجهز الحشوات اللي هنشتغل بيها. هنا حشوه اللحمه. حطيت لحمه مفرومه، وعليها فلفل رومي وفلفل حامي لو حبه، وطماطم، ومعلقه صلصه، ومعلقه دبس فلفل انا عاملاه في البيت، ومعلقتين او 3 من دبس الرمان، وملح وفلفل. تمام. وهضرب الخليط ده كله في الخلاط. عايزاه يبقى معجون بيوري زي ما انتم شايفين. تمام. الحشوه دي طلعت تحفه بجد، والله كان طعمها جميل قوي قوي. ركنتها على جنب. جهز الحشوه الاساسيه بتاعت المناقيش اللي هي الزعتر السوري بالسمسم. حطيت 3 معالق من الزعتر. ده بنجيبه من عند العطار او من السوبر ماركت. حط عليه زيت زيتون او زيت عادي زي ما قلت لكم. عشان اعزز الطعم بفضل ان انا ازود السمسم شويه. حطيت معلقه سمسم كبيره. قلبت الخليط كله على بعض. الحشوه الثالثه اللي هي الجبنه الموتزاريلا، وهعززها بنكهه الجبنه الرومي، وهتشوفوها ساعه الشغل. العجينه خمرت. هبتدي اشكلها كرات، وعايزه كل الكرات تبقى قد بعضها. هشكلهم في حدود 70 جرام. انا وزنت اول واحده ومشيت على 70 جرام. تمام. هسيبهم يرتاحوا 10 دقايق، اغطي وشهم واسيبهم يرتاحوا 10 دقايق وابتدي اشتغل فيه. اول واحده جبتها حطيتها على الرخامه، ومش محتاجه نشابه او ولا مردانه. فردتها بايدي. ونحاول في حشوه الزعتر بالذات نعمل حواف جانبيه للمنقوشه، عشان الزعتر ما يسيلش من الجناب. ونبقى سخيين في حشوه الزعتر بتبقى طعمها حلو. حسيت ان هي الموضوع صعب ان انا انقل المنقوشه من الرخامه على الصاج. حسيت ان هي تقيله، قلت افردهم كلهم وارصهم على الصاج. وابتدي احشي في الوقت ده. احنا شغلنا الفرن طبعا بتاعنا. تمام. ادي اول منقوشه اللي احنا عملناها على الرخامه.
فردتهم كلهم وحطيتهم في الصاج، وابتدي بقى احشي الحشوات بتاعتي. هم طلعوا حوالي تقريبا مش عارفه والله 12 واحده او حاجه. عملت 3 بالزعتر وأربعة بالجبنة وأربعة باللحمة تقريبا. هنا حشيت الزعتر والجبنة، ودي اللحمة بحشيها اهو. الجبنة ضفت لها قطعة من الرومي على الوش كده، ورشة من حبة البركة. اللحمة فردتها خلوها خلوا ايديكوا سخية في حشوة اللحمة، لان هي هتكش، هي كشت معايا. حطوا حتة كبيرة كده. وعززتها برضو بشوية موتزاريلا. وهنا برضو الزعتر حطيت كده موتزاريلا في النص. تمام. كان عندي بواقي زعتر بالسمسم، حطيته على منقوشة الجبنة، سبتهم يرتاحوا 10 دقايق. قبل ما ادخلهم الفرن اديتهم كلهم كده رشة من الزيت الزيتون. هو يا جماعة المناقيش بتحب الزيت، مناقيش السورية بالذات بتحب الزيت، فما تنتقدوش الطريقة دي. يعني اتفرجوا على فيديوهات الصح، السورية الصح، وهتلاقوا المناقيش بتعمل بكمية وفيرة من الزيت. خدوا تقريبا ربع ساعة وتلات أربع دقايق على الوش كده عشان يتحمر. طلعتهم، حطيتهم في طبق التقديم أو في المشنة. أنا عندي مشنة حلوة محتفظة بيها، حلوة قوي، بتفكرني بالبلد وأيام زمان. رصيتهم. فطار حلو قوي. نعمل جنبهم بقى كوباية شاي كده بالنعناع أو كوباية شاي باللبن، ما شاء الله تحفة. لو في زيادة عندك عن الفطار أو عن الأكل بتاعك، ممكن نغلف كل واحدة على حدة بالاسترتش، ونشيلها في الفريزر. وما نيجي ناكلها نفكها في الفرن او نسخنها او نحطها على على الرخام. شايفين العجينه هشه وقطنيه ازاي؟ ما شاء الله تحفه، جميله جدا. جربوها ان شاء الله، مش هتجيبوا مناقيش من بره تاني لو جربتوا الطريقه دي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى اكون كنت خفيفه عليكم، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.